علاش المغاربه هاد الايام هادي كاملين ولاو معيدين انهم كاملين هاد الايام هادي شارين الحواله وكاملين زعما دايرين الشوا وداكشي، وفين ما كتسول شي واحد تيقول لك عندي اسبوع، مع العلم انه دابا راه العيد راه قرب، وراه العيد حنايا في المغرب راه تلغى، وكلكم عارفين الدراري انه تلغى بسبب انه الناس كيتشكاو من غلاء الاسعار، الناس كيتشكاو من غلاء الاسعار وكذا، يعني المعيشه غلات وفلوس ما كاينينش لكذا وهادي، ومع ذلك شارين الحواله. يعني سيدنا داير لهم زعما هذا العام هذا كاستراحه باش زعما ما يخسروش تكون فلوس في الحاولي، يجمعوا فيهم واحد شويه العام الجاي وياخذوه، ولا دوك الفلوس انفيستيهم شي حاجه واحده اخرى، منهم السفر يا الماكله يا الى غير ذلك. فواخا هكاك المغاربه كاملين شراو الحاولي وكاملين معيدين، يعني حتى اللي ما عندوش فلوس يعني كياخذ الحاولي بياس ديتاشي، كياخذ الاجزاء ديال الحاولي اللي منهم الكريشه اللي منهم الكبيده، المهم الى غير ذلك. والناس اللي عندهم فلوس راه بطبيعه الحال كياخذوا حاولي نيت. علاش يعني المغاربه شادين ديما العكس وديما غاديين بالاتجاه المعاكس، يعني دايرين معاهم زعما واحد الحل اللي باطل مزيان باش زعما ما يخسروش فلوسهم في هذا الشيء هذا ديال الحاولي المهم ديال العيد، ومع ذلك زعما مخسرين فلوسهم معيدين. فالدراري نطرفوا اليوم في الفيديو هذا، ولكن قبل ما نبداو ما تنسوش ديروا لنا لايك وسبسكرايب في القناه باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. الدراري يلاه تشاو، نتلاقاو مورا الانترو. فباش نعرفوا الاخوان علاش الاضحيه طلعت هذا العام هذا، خصنا نرجعوا شويه للور. في عهد ديال الحسن الثاني كان واحد العام كان تلغى عيد الاضحى بسبب انه كان الجفاف، يعني بحال دابا شويه كان الجفاف وكانوا الاضاحي كانوا غاليين في الثمن. فاش دار الحسن الثاني الله يرحمه لغى عيد الاضحى، وهاد الخطه هذه نجحات المدار اكثر من 30 سنه، وهاد الخطه هذه ناجحه، يعني حيت كون ما دارش هاد الخطه هذه ما كناش دابا غنلقاو الاضاحي ولا شي حاجه. فبحال هاد العام هذا فكنلاحظوا انه العام اللي فات ولا العام اللي قبل منه المغاربه كيتشكاو بزاف من غلاء المواشي، حيت الا ما عندكش 5000 درهم او فوق من 5000 درهم ما غاديش تعيد، غنسى شي حاجه انه غتعيد الا كانت عندك اقل من 5000 درهم ما غاديش تعيد. فالشناقه يعني كياكلوا المغاربه مزيان، وهذا الشيء هذا الاخوان كان جا السبب ديالو انه في هاد الست سنين الاخرى كان كيشوف المغرب انه كاين واحد الموجه ديال الجفاف الاخوان اللي كانت ضاربه المغرب، والشناقه كيستغلوا هاد الجفاف هذا وهذا الشيء هذا اللي جاي من انه الماء قليل وشحال من حاجه، سواء الماء سواء يعني شحال من حاجه، يعني هي اللي سبات في هذا الغلاء هذا. وزيد عليها الشناقه، اخطر حاجه في هذه القصه هذه هي الشناقه راه بزاف. وفاش تلغى العيد بحال قلتي انه دارت واحد الضربه قاضيه للشناقه، حيت راه كانوا واكلين المغاربه ديال بصح. وفاش كتجي كتقول لهم علاش الاضحيه غاليه، علاش تقول لك ديك الكلمه الشهيره ديال لا راه كاين الغلا، راه اخنوش، الدوله، الخبز، فهمتوني؟ عندك اللغه ديالهم اللي هما معروفين بها. سواء اي واحد دابا بحال سوا شي مول خضر ولا شي حاجه كتلقاه كيجي بالثلاثينات يقول لك لا اخنوش، لا الدوله، لا راه زدت علينا، لا راه ما كرهناش، لا راه هادي، لا راه ما رابحين والو، لا هما راه رابحين، غير كيستغلوا هاد الحاجه هادي في الصالح ديالهم. فالاخوان بعد ما تلغى العيد والناس كاملين فرحوا كذا بانه راه العيد غادي تلغى وما غاديش يخسروا فلوس الحاولي وكذا، كنتفاجئوا في هذا الاسبوع الاخير كاع الناس سبحان الله عندهم السبوع، ويعني بحال قلتي كاملين خاصهم يذبحوا، كاملين جايبين الحواله وكيذبحوا قبل من العيد. واللي ما عندوش كاع فلوس باش يذبح او يشري حولي يشري البياس د الحولي اللي منهم الطواره الكريشه كبده الى غير ذلك، يعني كلشي ولا كيشري البيس ديالو. وهذا الشيء اللي كيخلي انه الطواره ولات كل سيمانه كتزاد فيها 150 درهم، 150 درهم كتزاد ليها في كل سيمانه. حاليا وصل الثمن ديالها بين 650 600 درهم. يا الله الاخوان، علاش؟ حيت عارفين بانه المغاربه عاوتاني مشاو بيشراو الشناقه، داروا خدمتهم والجزاره كلشي دار خدمته، عاوتاني زادوا في الاثمنه ويعني حتى ما كيتسناو امتى المغاربه. فاش كتجي شي واحد تقول له انت اش كتذبح، علاش يقول لك عندي السبوع داكشي علاش ذبحت انايا. الله يهديهم الدراري وصافي. يعني شوفوا الاخوان المغاربه كيفاش دايرين، انا هادشي اللي ما بغيتش تفهمني. يعني الملك حيد لكم العيد باش زعما نتوما ما تخسروا حتى شي حاجه هاد العام هذا، وفلوسكم بقاو في جيبكم باش بلا ما نمشيو ونشريو الحواله على برا نجيبوهم بالعمله الصعبه، مالنا عليها. اللهم نديروا الالغاء وانتم مرتاحين، حنا مرتاحين، الملك غادي يذبح علينا حنا كاملين ماشي مشكل. يعني راه هناك فجأة كيشريو الحواله. واش ما عرفناكمش واش نتوما غير كتبكاو بالعاني، ولا هاد العام سبحان الله فاش ولا عندكم الفلوس ما فهمتش، عاد ولا فيكم السوق ديال الحاولي. كل عام نتوما كتشكاو
وكل عام وانتم كتبكيو، وكل عام وانتم كتجبدوا في شعركم، لا في الاسواق، لا الاضحيه غاليه، لا هادشي اللي ما بغاش تفهم ليا. فباش تعرفوا الاخوان انه اي واحد ساهم باش انه يشري الحولي، يعني اي واحد ساهم في الشراء الحولي هذه المره هذه، فخاصك تعرف انك انت ماشي مع المواطنين، ماشي مع الشعب. والعام الجاي ولا من بعده ملي غتمشي تشري الحولي وغادي تشريه ب 7000 درهم ولا 8000 درهم، ما تجيش تبكي علينا، حيت هادشي اللي غادي يكون السبب منك نتايا، حيت ما خليتيش انه المغرب يعني تولي فيه المواشي كتار. حيت حاليا راه عندنا واحد التراجع في المواشي كاملين، اللي منهم البقر، الخرفان الى غير ذلك، يعني راه ولاو قلال حاليا. فبلاصه ما تساهم باش انهم يتكاثروا ويوليو موجودين عاوتاني شويه، مشيتي كتشريهم، يعني ما خليتي داكشي تاع على خاطر. والله يهدي البنادم وصافي. هادشي اللي تقدر تقول في هذه الحاله هذه. يعني شوف ليك بنادم يعني ديما كيبكي وديما كيتشكى، نهار فاش ما بقاتش داكشي بزز عليه مشى كيشري في الحواله وكياكل بحال ما عمر ما كلا. واكثر من داكشي كياخذ الدواره وكياخذ بياس اللي بسببهم دابا راه ولا هادشي غالي. كنقول لكم دابا راه اولي دابا داكشي واصل 1000 اولي واصل داكشي شي 1000 درهم ولا. يعني المغاربه ما عمرك ما غتجيبها معاهم ديريكت درتيها وحلتيها. المهم ايوا اخوان هادشي اللي كاين، حاولت نفسر لكم وحاولت انني نعطيكم واحد الفكره تكون عجبكم وصافي. هادشي كنتمنى منكم انه تكون هذه الفكره هذه وصلتكم، واخا انا ما عنديش بزاف د المعلومات ولا شي حاجه، ولكن كنحاول اني نوصل لكم الفكره باش ما كان انتم تعرفوا. من حتى انا الله راجع اليوتيوب يعني باقي شويه مدوخ، فما تديوش عليا الاخوان. المهم وصلنا لاخر الفيديو، كنتمنى يعجبكم. ما تنسوش ديروا لنا لايك وسبسكرايب للقناه باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله الدراري. يلا تشاو، نتلاقاو في الفيديو الجاي.